السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. تعالوا بقى النهارده هنعمل كده شويه سمك مع بعضنا بولتي، بس بطريقه مختلفه جدا. زهقت بقى من السمك المشوي ومن السمك المقلي. انا اصلا بقالي فتره موقفه الحاجات المقليه وبقيت بستبدلها بحاجات صحيه. عايزه اقول لكم طعمها احلى، وطبعا حاجه مفيده لصحتنا بدل الزيوت بقى والحاجات التقيله دي اللي بتجيب مشاكل. عايزه اقول لكم عملنا حبه سمك ما شاء الله بجد كانوا تحفه، ولا الخضار اللي كان تحتيهم كان احلى من السمك كمان، كان رهيب. تعالوا بقى اوريكم عملنا السمك الجميل ده ازاي، وعملنا رز صيادية وبتنجان بابا غنوج بطريقة حلوة جدا. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هبتدي كده بشوي البتنجان، بحب استفتح الموضوع بيه. غسلته ونشفته كويس جدا، وبعد كده بجيب السكينه وبديله كده كام فتحه، وهبتدي اشويه على النار. حابه تحطيه جوه الفرن وانتي بتعملي السمك براحتك، تمام. بتلفيه بورق ألمونيوم كده وتغطيه كويس وتحطيه في الفرن، بياخد معاكي حوالي نص ساعة برضو وبيتشوى. بس أنا هحطه على عين البوتاجاز يتشوى، وبعد كده هنعمل السمك بتاعي. طبعا جبته كده متنضف زي ما انتوا شايفين، ونقعته في ميه بملح وليمون حوالي نص ساعة كده، بيشيل منه أي زفارة. وبعد كده هفتح كده فتحات فيه بالمنظر اللي انتوا شايفينه، عشان أنا عايزة التتبيلة تخش جوه السمك كله، كل حتة في اللحم بتاع السمك يبقى متبل كويس معايا. تمام، 3 فتحات كده في كل جنب زي ما انتوا شايفين. طبعا لو السمكة أكبر من كده اديها 4 فتحات، بس السمكة عندي كانت متوسطة. كده خلاص فتحت كمية السمك اللي معايا كلها. تيجوا بقى للتتبيلة نعملوها مع بعض. تتبيلة سهلة وبسيطة جدا، وبتدي تست حلو قوي قوي. اول حاجه هنا انا هستخدم معلقه من الثوم، تمام. يعني انا الكميه اللي انا فرمتها ديت طلعت لي معلقه من الثوم كبيره، تمام. دوقيها بقى افرميها انتي وراحتك. هنزل عليها هنا بربع كوبايه من عصير الليمون، وبعد كده هنزل عليهم ب3 معالق من الزيت. هقول لكم بقى هنا على بهار هو اللي هيخلي معاكم طعم السمك بجد خرافي. معلقه كده كبيره من الكزبره، معلقه كبيره مليانه يعني محترمه، تمام. ومعلقه برضو كبيره كده مليانه من الكمون، نص معلقه بس من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الملح ممسوحه، ومعلقه كبيره برضو من البابريكا مليانه. نيجي بقى للبهار المهم جدا بجد، ما ينفعش يستغنى عنه، بيخلي معاكي طعم السمك والرز حلو جدا. وبرده لو بتعملي جمبري اي نوع اسماك، هاتي البهار ده خليه عندك من عند العطار او من الهايبر ماركت كده في العطاره من تحت، بجيبها بتقعد عندي ب10 جنيه، بيقعد عندي وقت كبير جدا. هحط معلقه كبيره مليانه برده من بهار السمك. هقلب بقى الخلطة بتاعتنا كده مع بعضها تقليبة كويسة لحد ما كل البهارات تندمج مع الخلطة كده، ميبقاش فيها أي تكتلات. هنا بقى انت ممكن تدوقي كده البهارات، تشوفي الملح عندك مظبوط ولا محتاجة تزودي شوية ملح أو كده. خلاص تمام. هجيب بقى السمك، هبتدي بقى أحشي بالفرشة. هنا التتبيلة طبعا سايلة، فمش هينفع تحطيها كده ايه بإيدك يعني، فهتمسكي بالفرشة كده وتمسحي على السمك. أهم حاجة تدخلي التتبيلة كويس في قلب السمك ومن بره وفي الفتحات اللي احنا عاملينها. يعني كده لازم تحطي جوه فتحات السمك دي التتبيله علشان تخلي طعم لحم السمك معاكي حلو، كله كده بقى متبل، بيبقى طعمه حلو جدا لما بيشرب من التتبيله. ما بتحسيش كده ان اللحم بتاع السمك دلع. تمام. هعمله كله كده بالشكل دوت، وهاسيبه بقى على جنب. نيجي بقى هنا للخضار اللي احنا هنقطعه تحت صينية السمك بتاعتنا. وطبعا انت وحريتك، الخضار ده ممكن تشيلي منه حاجة تحطي حاجة، انت وحريتك. بصل وفلفل الوان وطماطم وليمون وبطاطس وجزر، تمام. اي حاجة مش عايزاها شيليها. هجيب بقى الصينية كده، مش هحط فيها اي مادة دهنية ولا حاجة، وهبتدي بقى انزل بالخضار بتاعي اللي هو البصل اللي متقطع كده جوليان، ومعاه طماطم حلقات. عايزه تشيلي طماطم شيليها، عايزه تشيلي اي حاجه براحتك، تمام. اهم حاجه خلي بالكم البطاطس لازم يبقى سمكها رفيع مش تخين، علشان ما تاخدش وقت معاكوا، لان السمك مش من الحاجات اللي تاخد وقت في الفرن خالص. السمك نص ساعه وبتلاقيه استوى في الفرن. نزلت بقى التتبيله كده اللي كانت تحت السمك على الخضار ده، وهحط عليه كمان معلقه كده من التتبيله، وهقلب بقى الخضار كده بس بالراحه عشان الطماطم ما تجيبش ميتها معاكم. هخلي الخضار ده كله يشرب من تتبيله السمك، بيبقى طعمه حلو جدا بصراحه. وبعد ما تقلبي الخضار بتاعك بقى كله، ابتدي بقى تجيبي السمك ورصيه. انت ممكن في الخطوه دي خلاص الصينيه هنا تبقى كامله معاكي وتدخليها الفرن، بس انا هعمل الخطوه دي اختياري، بس احنا هنا بنحبها، تمام. عايز تعمليها اوكي، مش عايزه استغني عنها تماما. وزي ما قلنا دخلي السمك بقى يستوي في الفرن. انا هنا كان معايا معلقه تانية من التتبيله فاضت معايا، تمام. انا كنت متعمده ان انا باقي معلقه كده من التتبيله. جبت بقى بصلايه صغيره، قطعتها مكعبات صغيره خالص، وجبت برضو طماطمايه قطعتها مكعبات صغيره، وقرن فلفل كده اخضر قطعته برضو مكعبات صغيره. وهمسك الحاجات دي كلها اقلبها كده في التتبيله، يبقى طماطم على بصل على فلفل، هقلبهم كده في التتبيله تقليبه كويسه. وبعد كده هحشي بيها قلب السمك. احنا بنحب الحشو قوي اللي جوه السمك. انت بقى مش حابه تعملي الخطوه دي، زي ما قلت لك براحتك، معلقه كده وافرجيها جوه قلب السمك.
جبت بقى شرايح ليمون وحطيتها كده على الوش زي ما انتم شايفين، ممكن تحطوا كمان شرايح ليمون في قلب السمك من جوه. الفرن بتاعي ولعته سخن، هحط بقى السمك ده هغطيه كويس الاول بورق فويل، وهحطه بقى في الرف الوسطاني، وبعد كده هشيل من عليه ورق الفويل واديله وش من فوق. تعالوا بقى نعمل الرز لحد ما السمك يستوي معانا. طبعًا معروفة إن الرز بتاع السمك مش بيتعمل غير بزيت بس. حطيت كده حوالي 3 معالق كبار من الزيت، اللي هو يعني ربع كوباية كده من الزيت، تمام. وكنت مجهزة بصلاية حلوة كده متوسطة يعني مقطعاها، ما ينفعش تفرميها بالكبة، هتبقى مش باينة في الرز ومش هيبقى طعمها حلو، لكن لما بتقطعيها تبقى باينة كده وأنتِ بتاكلي الرز. وهاحمرها لحد ما أغمقها واخليها بني بالشكل ده، هي مش محروقة بس بني غامق، تمام. وبعد كده بانزل بالمَيّة الأول، وبانزل بقى بمعلقة كمون ونُص معلقة من الفلفل الأسود، وبانزل بالملح، وطبعًا معلقة من بهار السمك زي ما إحنا متفقين بيتحط على السمك وعلى الرز كمان. وهاقلبهم تقليبة كويسة كده مع بعض وهادّي لهم غلوة. وبعد ما المَيّة بتغلي معايا بابتدي أنزل بقى بكمية الرز اللي أنا عايزة أعملها، وهادّي له كده تقليبة واسيبه يستوي السِوَى العادي بتاع الرز المصري اللي إحنا بنعمله. البتنجان هنا قشّرته وهو سخن، وبعد كده بانزل كده بمعلقتين كبار من الطحينة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ونُص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وهاعصر عليهم ليمونية. أنا حطيت هنا يا جماعة معلقة توم مفروم صغيرة بس ما بانتش معايا في التصوير، ما كنتش آخدة بالي إن أنا باصور. لازم طبعًا تحطي معاها التوم، اهرسيه كويس بالشوكة. ونصيحة مني، عايزة تاكلي أحلى بابا غنوج اهرسيه بالشوكة أحلى من الخلاط 100 مرة، تمام. افضلي كده اهرسي فيه لحد كله ما يمتزج في بعضه، هتاكلي أحلى بابا غنوج. السمك استوى معانا هنا زي ما انتم شايفينه كده بالشكل دوت، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. والرز زي ما انتم شفتوه كده في اول الفيديو، عشان انا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو او اجيبه لكم تاني، كان بنفس اللون اللي انتم شفتوه كده في اول الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.